السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل محشي. معايا كرنبايه ومعايا الخضره شبت وبقدونس وكزبره وده كمان نعناع، ومعايا هنا ملوخيه خضراء وطماطم. انا هنا قورت الكرنبايه اهي، ده القلب بتاعها اهو، وقطعت منها كام ورقه كده خليتهم على جنب، ودي هحطها في الحله. اشوف الحله تاخدها ولا كفايه على وشها، وهحط هنا انا حاطه هنا ملح وكمون في الميه تغلي بس، واحط فيها الكرنبايه واقلبها، احطها على وشها الاول بعدين اقلبها على ظهرها واشد ورقه ورقه واحطها هنا في الميه دي تبرد، وبعدين اطلعها احطها في مصفى. انا هنا حطيتها اهي، اما تغلي كده اروح قلبها على طول، وبعدين تاخد بس دقايق، ما تاخدش كتير عشان ما تهريش، تاخد دقايق بس كده اهوت، واروح مطلعه منها ورا. هي اول ما الورقه تتسلق كده يبقى هي كده خلاص، اطلعها في ميه ساقعه، منها تشطف ومنها بتبرد. هي كده كرنبايه غليت على بتاع الناحيه التانية. بص طريت ازاي، فببتدي اشد منها بقى ايه، ورقه ورقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، تبقى بكل سهوله اهي اهو. بحطه بقى في الميه كده وابرده، واحطه بعد كده في مصفى، منه بيتبرد ومنه بيتشتف. هبتدي بقى انا اخلص كل الكرنبايه واوريكم اعمل ايه بعد كده. انا هنا قطعت 3 بصلات كبار، حطيتهم في الزيت احمرهم. انا بحب احمر البصله شويه، وبعدين احط عليها الطماطم. هنا ادي القوطه اهي، انا حاطه عليها ملح وشطه وكمون، ودي فلفل حامي اللي هو الشطيطه دي، ومعلقتين صلصه كبار، ونعناع. ملح وشطه وكمون وفلفل اسود ونعناع وشطه، ده اختياري بس احنا بنحبه حامي، وصلصه. هحمر البصله وهحط عليها القوطه بالتوابل بتاعتها، بس خلي بالكم انا مصفيه القوطه، انا ما بحطهاش بقشرها. هنا البصله احمرت اهي، هي مش محمره قوي. بسم الله، احط عليها القوطه بالتوابل بتاعتها. بسم الله، انا عامله الصلصه دي كلها عاملاها للمحشي الكرنب ومحشي البتنجان. هسيبها لغايه ما تتسبك وبعدين هشوف هنعمل ايه. الصلصه اهي داخله على التسبيك، هي لسه كده ما اتسبكتش. حمرا وجميله ازاي، لسه شويه عليها على التسبيك. هسيبها لغايه ما تتسبك خالص وبعدين ارفع عليها. هي كده خلاص اتسبكت، كل الزيت طلع فوق الوش اهو، هي كده اتسبكت، لسه طافيه عليها. كده انا حشيت المحشي اهو. انا هسقيه، انا بحط عليه ميه ما بحط الشوربه، اللي عايز يحط شوربه يحط. بسم الله، انا مملحاها واهز الحله. بسم الله كده، شويه تاني. زي ما انتم شايفين كده، دي بقى صلصه المحشي. انا حاطه عليها شويه ميه صغيرين خالص، احطها فوق الوش كده، بتخلي المحشي احمر ولونه جميل، والطعم بتاعه كمان بيبقى حلو قوي لان الصلصه بتبقى زياده فيه شويه. بالمنظر ده احطه بقى على نار عاليه، ولما يتشرب اوطي عليه واسويه عادي. الصلصه دي مع غليان الميه، لان هي بتزيد مكان المحشي، بتنزل كل الصلصه دي، بس يبقى كله بقى محمر. المحشي اهو، المحشي اهو هيتشرب شويه كمان، بعدين نهدي عليه النار خالص. بيغلي من كل حته ازاي بقى، بيغلي من كل مكان. هذا شكله ده مش